اول ما بعمل الوصفه دي بحس ان انا خلاص كده في امان، ينفع فطار وينفع سحور. ايوه هو فول رمضان ما نقدرش نستغنى عنه. عايزه اقول لكم بقى جايبه لكم سر الفول بتاع العربيات. شايفين لونه؟ بسم الله ما شاء الله. حاولت ابينه لكم كده. شايفين لونه تحفه ولا طعمه يا بنات؟ طعمه خطير جدا. اوعي بقى اي افتكاسات والقوطه والثوم والحاجات اللي بتحط على الفول ده، انسي كل الكلام ده. جايبالك طريقه العربيات، حاجه كده اللهم بارك، هتدعيلي والله العظيم. من حلاوته بقيت اكله كده وانا واقفه انا والولاد. واتغدينا النهارده فول، ونقول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. لايك وشير وسبسكرايب. وشايفين الفوله ما شاء الله بقى بالشوك كده بتتهرس تحفه. تعالوا بقى نقول بسم الله واقول لكم عملت الفول الجميل ده ازاي. جبت نص كيلو من الفول وابتديت انقيه زي ما انتم شايفين كده. لو في حاجه بقى مسوسه، لو في حاجه سودة زي ما انتم شايفين كده شلتها. واي فوله مش عجباني اتخلصت منها وهغسله تحت الحنفيه على الميه الجاريه كده كام مره، عشان بيبقى فيه تراب او كده. يعني لازم الاول قبل ما ننقعه نغسله كام مره. غسلته كويس قوي واتاكدت ان هو مفيهوش اي تراب خالص. وجبت بقى ميه مغليه وهنقعه من بالليل لتاني يوم. ايوه من بالليل لتاني يوم. هنا بقى كنا خلاص الصبح عدى عليه 12 ساعة، فكفاية على الفول بقى كده. وهبتدي اصفيه من المية اللي انا كنت نقعاه فيه. شايفين شكله عامل ازاي اهو؟ نفش كده وتحسي ان الفولية كبرت. ده الفول البلدي يا بنات. قولي للراجل العلاف انا عايزة فول بلدي بلاش المستورد. تمام بيبقى فاتح كده ولونه حلو. وهنا عندي كبشة كده بايدي من العدس، غسلتها كويس قوي. وهحط عليها معلقة صغيرة من البابريكا ومعلقة صغيرة من الكركم بس. انسي اي اضافات تاني تحطيها على الفول. بلاش بقى الحاجات اللي انا بشوفها دي بتصدم. البصل والثوم احنا مش هنطبخه، احنا هندمسه. طبعا ميه مغليه تكون من الكاتل كده. طبعا هنغليها على البوتاجاز. وهحط بقى كده الفول بتاعي على نار هاديه خالص. اول 10 دقايق بس على نار عاليه. واول ما ياخد غدولتين كده 3 هبتدي بقى اوطي عليه خالص واحط الشياطه تحته. واسيبه بقى. خد معايا بالظبط 3 ساعات. 3 ساعات الفوله بسم الله ما شاء الله. انا كده حاساه لا لسه كمان نص ساعه. الفول ان هو يطلع حلو قوي وطعمه حلو لازم تسيبيه على نار هاديه خالص. حطيه تحت الشياطه اول ما ياخد اول 10 دقايق من غليانه على النار. ابتدي بقى احط الشياطه ووطي خالص وسيبيه مع نفسه. خد 3 ساعات ونص. وعايزه اقول لكم الفوله طلعت زبده زبده والله العظيم. هنا بقى التركه دي مهمه جدا. بعد ما الفول خلاص غلي كويس قوي ابتديت ازوده كل شويه ازوده ميه. فحسيت ان اللون بتاعه ابتدى ايه يقل شويه. فحطيت بقى معلقه من البابريكا ومعلقه من الكركم. اقل من معلقه، ربع معلقه. وربع معلقه بابريكا وربع معلقه كركم. تمام. وهنا بقى كان المفروض احط معلقه النشا دي بس انا نسيت. فحطيتها كده في معلقتين ميه. وحطيت معلقه نشا مش كبيره، مش كبيره قوي يعني، مش معلقه هرميه، معلقه معلقه شاي عادي. وقلبتها كويس قوي. واول ما الفول بتاعك خلاص بقى استوى كده وتحسي ان هو كده بقى بيدوب في ايدك كده، انزلي بقى بكوبايه النشا دي ياخد غلوتين واطفي عليه وسيبيه بقى. عايزه اقولك هتاكلي احلى فول وهتدعيلي. دي طريقه العربيات يا بنات. لا بيتحط عليه بصل ولا بيتحط عليه توم ولا بيتحط عليه طماطم. الافتكاسات دي سيبك منها. احلى والله العظيم. انا جربته كتير قوي وعايزه اقول لكم انجح طريقه نفعت معايا بجد هتدعولي من احلى الطريقه. تعالوا بقى نشوف الفول وجمال الفول ونخلص الفول. انا مش مسؤول بجد يا بنات. الفول النهارده اتغدينا فول كان فظيع ما شاء الله اللهم بارك. من احلى الطرق اللي او احلى طريقه هتعمليها وهتدعيلي ان شاء الله دعوه حلوه باذن الله. تعالوا بقى نشواريكم بقى كده جمال الفول ما شاء الله اللهم بارك. اول ما الفول ينزل على النار طبعا لازم نعمل طبق محترم كده. ونبتدي بقى ايه ناكل منه. بحس كده بصراحه بيبقى ليه طعم مختلف سبحان الله. اول ما ينزل من على النار كده. وعايزه اقول لكم بقى ريحته تحفه تحفه بجد يعني. شايفين لونه؟ انا كمان والله الكاميرا ظلماه. لونه كان احلى من كده بكتير. انا بس عشان الفلاش كمان بتاع الموبايل ما كانش شغال. كان الموبايل مش مشحون 100%. هنا هقرب لكم شويه واوريكم الفوله عامله ازاي. الفول بصوا يا بنات ما تجيبوش الفول المستورد. هاتي الفوله البلدي الكبيره دي بتبقى تحفه في التدميس تحفه. لا عوزنا بقى نحط الافتكاسات اللي هما بيحطوها ولا كمان عوزنا بقى الفوالة ولا الكلام ده كله. مش بالقدرة.
بحلة، وعملنا احلى شوية فول هينفعوكي في رمضان، وهتحسي بقى بالامان. شوية فول بقى كده فطار ينفع على فطار رمضان، لان طبعا مش كل يوم هناكل لحمة وفراخ، اكيد هنزهق، فهنعوز بقى اكلة حرشة كده. فاساسها ايه؟ الفول. وطبعا انا بالنسبة لي سحور رمضان يعني طبق فول بالزيت الحار، او طبق فول بقوطة، او طبق فول كده بالطحينة والليمون، حاجة كده تحفة. هو بالنسبة لي السحور يعني طبق فول محترم، هو ده اللي بيسند معايا بصراحة. لو ما سحرتش فول بحس كده ان انا لا هفتانة في حاجة غلط. تعالى اوريكم الفول عاملة ازاي. بسم الله ما شاء الله، شايفين يا بنات؟ فبالله عليكم لو وصلتوا معايا لحد هنا حطوا لايك وكومنت حلو. وشايفين الفول اصلا تقدري بقى تعمليه بالشوكة كده او بالهاند بريندر، بس انا كده بحبه ايه يعني بالهاند بريندر، بحسه كده مش بحس بطعم الفول، انا بديله كده هرسة بسيطة بالشوكة، بيبقى حلو قوي، ما بيتعبش كمان في الهضم يعني، ما تقلقيش، هيبقى خفيف على المعدة، طعمه يا بنات تحفة. هحط بقى كده شوية زيت، اي نوع زيت، زيتون، زيت حار، زيت عادي المتاح عندك حطي، مش هندقق. وشوية بقى كمون وملح كده، والنص الليمونة بتاعنا بقى. احلى طبق فول ده ولا ايه؟ والله العظيم يا بنات ان شاء الله جربتوا الطريقة هتدعولي. سيبكوا بقى من الافتكاسات اللي بتشوفوها على اليوتيوب والفيسبوك والحاجات دي. انجح طريقة للفول هي دي، وانا جربت طرق كتير قوي، وعلى فكرة دي احلى طريقة، بقالي سنتين دلوقتي معتمداها ودايما بعملها، وكمان قلتها لجيراني وصحابي وحبايبي عشان يعملوها بنفس الطريقة. شايفين الفول عامل ازاي؟ لونه تحفة تحفة، ولا بقى قلبه ابيض كده وجميل، والفولة ما سودتش مننا ولا اي حاجة. وبصوا ما شاء الله الفولة نفشت كده، ليه؟ اتعمل صح. وصفتي النهارده تكون عجبتكم، وما تنسوش بقى اعملوا الفول قبل رمضان وحطوه بقى عندكم كده في اكياس بعد ما يهدى خالص، حطيه بقى في اكياس في الفريزر. ولو خلص الفول انا مش مسؤول، من احلى الاكلات اللي لازم تكون عندي، او بطمن كده لما بيبقى عندي كده اكياس الفول في الفريزر. فطار بقى سحور رمضان اللهم بارك، حاجه كده تحفه. بنص كيلو عملت الوليمه اللي انتوا شايفينها. ما تنسوش بقى لايك وشير وسبسكرايب، وجربوا الوصفة بتاعتي ان شاء الله تعجبكم، وشيروا القناة كتير قوي.